يا محمود، يا محمود. يا عمر تعالى. بص يا محمود يا ولد عمي، بصراحه كده انا عايز نسحب قرض صب الشقه وعايزك تضمني. يعني يوم ما تسحب قرض تسحب عشان تصب الشقه بتاعتك؟ وانت مالك يا محمود؟ هو انا يعني قصرت معاك في حاجه؟ قرض ولا ما قرضش؟ بعدين القرض اللي هنسحب هنديك منه 5000 جنيه. يا ولد عم انا ما نقدرش نقصر معاك في حاجه، وهنروح معاك نضمنك، بس فرضنا ما سددتش ما انا خايف منك برضه. ده العيب عليك يا محمود، اكيد هنسدد طبعا، ازاي ما هنسدد شيء؟ طب ما دام كده هتسحب كام انت؟ والله يا محمود انا كنت هنسحب 100000، بس عشان وقفتك جنب دي هنخليها 150000 وانت هترزق برضه. طب يا ولد عم ما دام كده هتسحب وانا كده هنضمنك، فتسحب 200 بدل 150، وانا ناخد 50، ولا تديني ولا نديك. خلاص يا محمود، انت الضامن وانا الساحب. بكره ان شاء الله تحضر لي صوره البطاقه ونروح الصبح المكتب مع بعض، توكلنا على الله. يا عم على الله، مع اني خايف وقلبي مش مريحني. يا راجل ما تخافش، الناس كلها سحبت قروض وعملت بقى مشاريع. يلا خلاص بكره ان شاء الله، يلا سلام. وبعدين مالك ومال القروض انت يا محمود؟ القروض دي خربت بيوت ناس كتيره، وبعدين ايش ضمنك انت ان عمر هيسد؟ بعدين يا حسين عايزين نرتاحوا من الشقه اللي احنا فيه، بعدين الناس كلها سحبت والدنيا تمام ها. يا محمود موضوع القروض ده فيه حرمانيه كبيره، بعدين ربنا قال في موضوع الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله.